بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. ازيكم كده؟ وحشني وحشني والله. هقول لكم الاول مقادير وبعد كده هتكلم معاكم ان شاء الله. انا معايا هنا 5 بيضات. هنعمل كيكة زبادي حلوة قوي قوي بتاعت زمان، اللي كنا بنعملها زمان كده في اكبر صينية كده في البيت. كيكة بصراحة طرية، ودي الكيكة دي منسية، بس بصراحة تحفة. أنا معايا هنا الأول 5 بيضات، معايا كوباية ونص سكر. 5 بيضات وكوباية ونص سكر في الخلاط، أضربهم الأول ولا مضرب ولا أي حاجة، زي ما كنا بنعملها زمان. عارفين صينية الحلة الكبيرة الأول أوي دي؟ كنا بنعملها ب4 علب زبادي وب10 بيضات. كانت بتتاكل كلها. الوقت هنا حطيت في الخلاط 5 بيضات وكوبايه ونص سكر، ضربتهم كده كام ضربه حلوين. بعد كده هنزل بمعلقه خل. تمام كده اهوت، وكله في الخلاط. معايا هنا بقى كوبايه زيت، بس انا عامله ايه بقى؟ انا حاطه كوبايه الا ربع زيت والربع زبده سايحه. انت عادي لو كوبايه زيت عادي مفيش فيها مشكله، بس انا حطيت كده ربع زبده سايحه، لان ما كانش عندي الزيت يكمل، فحطيت ربع كوبايه زبده. في نفس الوقت برضو بيخليها حلوه اكتر كمان. فانت لو ما فيش زبده كله زيت عادي، هي مش هتفرق يعني. فمعانا هنا كوبايه زيت، معايا هنا 3 كوبايات دقيق عليهم كيس كيك شيف. تمام. ما تحطيش بيكنج باودر، حط كيس كيك شيف. معايا زبديتين بلدي، مش الزبادي العاديه، مش زبادي معلب، يعني زبادي العاديه البلدي بتاعتنا خالص، احنا كناش بنعملها الا بدي. تمام. او ما تحط بقى هكب الزبديتين دول في الخلاط برضو على الخليط بتاع. بعد ما حطيت بقى الزيت بقى اخر حاجه، هكب بقى علبتين الزبادي الوقت عليهم. معلش يا الكاميرا مش جايبه الخلاط، لان الخلاط عالي والرخامه كمان عندي بتبقى عاليه، فما بتجيبش الخلاط كله. فانا هنا بقى بكب الزبديتين اهمت. بصراحه من الكيكه الحلوه قوي قوي اللي تعجبكم قوي. انا هنا بقى بحط الزبادي في الخلاط اهيت. حطيت واحده واحط بقى الزبديه التانية كمان اهيت، وهم برضو واخدهم كده، يعني اضربهم برضو شويه. وبعد كده هكب بقى الخليط في طبق واكب عليه الدقيق. بالنسبه للكيكه ديت حلوه قوي يعني، هتتبسطوا منها، لانها بصوا بتبقى هشه وبتبقى طريه، بتبقى هشه وطريه جدا جدا، وبتبقى بيضه. يعني بيضه ناصع، بيضه بيضه جدا. يعني لو حطيتها جنب اللبن الحليب تحس انها بيضه كمان عن اللبن، وتلاقيها طريه كده. ان انا بعمل لكم بظبط لكم الكاميرا عشان تشوفوا وانا بضربهم، فتحس ان الكيكه بيضه قوي قوي قوي، حلوه. وبتبقى بقى ميزتها ان هي ما بتبقاش ناشفه، بتبقى طريه كده وهشه. يعني انا ضربت بقى، حطيت علبتين الزبادي. بصوا هي المقادير ما تتوهش خالص، يعني تحس ان انت مش تايهه فيها. سهله، لا بنحط لبن ولا بنحط، يعني ما فيش فيها اي سوائل. ما فيش فيها اي سوائل، لا لبن ولا برتقان ولا اي سوائل. هما العلبتين الزبادي فقط بس، يعني زبادي بس، ما فيش اي سوائل تانية، لا ما فيش اي سوائل تانية خالص. وكيكه ناجحه، جربوها على ضمانتي. انا هنا لو عندك صينيه صغيره وعايزه تعملي مقدار صغنن جدا اعملي، انا هقول لك على مقدار الصواني تعمليها ازاي دلوقتي. هنا بقى كبات الخليط اهوت في قلب البوله معانا، وكبتي بقى الدقيق بالبيكنج باودر بس، بالكيك شيف بس، مفيش اي حاجه. هقلبه بقى خالص كده. تمام. بالمضرب اليدوي عادي كده، مفيش اي مشكله. بصوا بقى، انا عاملاها في الصينيه المستطيله الكبيره، يعني انا حطيتها في الصينيه المستطيله، اكبر صينيه في الطقم. الصواني المستطيله 3 مقاسات زي ما انتوا عارفين، انا حطيتها في اكبر صينيه. خلاص. انا بحبها في اكبر صينيه بصراحه، لان لو حطيتها في الصينيه الوسط هتبقى قليله عليها، هي هتبقى عاليه قوي 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 بطريقه ما تتخيليها. بس لا، هتحسها انها هتبقى برضو الكميه كتير على الصينيه المستطيله. عايزه تعمليها على صينيه مستطيله اللي هي الوسط براحتك، بس انا عاملاها في اكبر صينيه في الطقم، وطلع عاليه وحلوه قوي قوي يعني. خلاص. هنزل بقى السوائل كده اهيت بالخليط بتاعنا في قلب الصينيه المستطيله الكبيره. انا دهنها زيت بس، يعني لا دهنتها زيت، لا بطنتها دقيق ولا اي حاجه، دهنتها زيت. خلاص.
بصوا بقى في نقطة يا جماعة. بعد ما الفرن ما يولعش قبل ما تعملي الكيكة، زي أي حاجة كده بنعملها، زي أي حاجة بنحب نعملها في الفرن، نولع الفرن قبلها بشوية. لأ، ليه؟ لأن الفرن لو انت ولعت الفرن والفرن سخن ودخلت الكيكة، الكيكة هتحمر منك. أي كيكة بقى، أي كيكة تعمليها ببرتقال، أي كيك، الكيكة هتحمر منك، تاخد وش، وفي نفس الوقت تبقى لسه نية. هنا دي يا جماعه المقادير بتاعت الجاتوه الشوكولاته. ان شاء الله هعمل لكم جاتوه الشوكولاته، بس انا كنت يعني الحر يا جماعه، الحر شديد جدا جدا، مخليني كل ما اجي ادخل المطبخ بتعب. يعني كل ما اجي اعمل وجبه الغداء واجي علشان اعمل بقى فيديو اللي هنزله لكم، الاقي نفسي مانيش قادره اواصل، الاقي نفسي مش قادره اواصل خالص. انتوا عارفين ان انا تعبانه، فبلاقي نفسي مش قادره اواصل، فاعمل الاكل واخرج اقول ارتاح شويه، وارجع ادخل اعمل الغدا، اعمل الفيديو، الاقي نفسي لا، مش قادره خالص. دي اللي مأخرنا عليكم. تاني حاجه، لما اعمل بفيديوهات اكل بنزلها لكم عشان اعمل لكم فيديو اكل، انتوا يعني ما بتشاهدوش فيديوهات الاكل. لو انتوا دخلتوا على القناه تلاقي فيديوهات الاكل كلها متدمره. فدي النقطه اللي مزعلاني. يعني انا نفسي تشاهدوا كل حاجه انا بعملها. انا عايزه اعمل زي ما انا قلت لكم قبل كده، انا عايزه اعمل معجنات، انا عايزه اعمل اكل، عايزه اعمل كل حاجه. بس انتم ما بتشاهدوش الا فيديوهات الحلويات بس، اللي هي الجاتوهات والتورت، الحاجات دي. فاني بتمنى ان انا اعمل، وانا بعمل فيديو الاكل انزله لكم برضه، ويوم تاني مثلا اعمل فيديو حلويات، فما فيش. فانا علشان النهارده، طب اشوف بس نشوف الكيكه وبعد كده نتكلم. فاني بعد ما خلصت وحطيتها في الصينيه، قمت مولعه الفرن ماشي لحد بس ما سخن، يعني بس دقيقه واحده. قمت مخليه النار من تحت وسط، حطيت الشبكه على اول رف، النار من تحت وسط ومن فوق زي الشمعه. النار من تحت وسط ومن فوق زي الشمعة. طيب اللهم صل على، لو فرنك بيولع من تحت بس عادي، خليه من تحت وسط، وتحسي ان الكيكة استوت، هتشوفها من الحواف، هتلاقيها يعني فكت كده ولونها احمر. تقومي طافية من تحت ومولعة الفرن من فوق، من فوق شمعة عشان الوش ما يتلهفش منك ويتحرق منك. خلاص، شايفين طالع لونها عاملة ازاي؟ وشو هتشوفوها بقى الوقت. والله ما كلام، جربوها. كيكة الزبادي كيكة حلوة قوي، كيكة منسية، بس بصراحة خرافة خرافة والله بأمانة. اهيت هتشوفها اهيت. بصوا المنظر، بصوا بقى من بياض الكيكة مزغللة مع الكاميرا. يعني شوفوا من البياض بتاعها والهشاشان اللي هي فيه، مزغللة مع الكاميرا. شايفين عاملة ازاي؟ بصوا الجمال، حلوة قوي. بصوا بقى، في نقطة بقى تانية، لما تيجي تاكليها كيكة الزبادي، اما بتيجي بقى تاكلي كيكه الزبادي دي، في نقطه بقى عايزه اقولها لكم وهتعملوها وهتقولوا لي. انت بتاكلي عباره عن قطعه، بتاكلي في حاجه كده حاطه لها قشطه. الزبادي لما بتحطي الزبادي بقى مع الحاجه دي، بتاكلي، تيجي تاكلي الكيك تلاقيه بالظبط كانك بتاكلي قشطه. طعم بصراحة، لا هي كيكة البرتقال طبعا حلوة، وكيكة الزبادي تحفة، بس لما بتيجي تاكلي في الطعم، لا كيكة الزبادي في الطعم بصراحة حلوة قوي 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 قوي. نفس الوقت طرية، تحس انها طرية كده، دايبة، وتلاقيها هشة قوي قوي، هشة قوي قوي عن كيكة البرتقال. خلاص. ف اللهم صل على النبي. فباجي فان شاء الله اعمل لكم الجاتو الشوكولاته. فاقول لكم كل ما اجي ادخل مثلا اعمل الغداء اقول هصور بقى جاتو الشوكولاته، لان كنت نزلت لكم جاتو الفانيليا، انزل لكم جاتو الشوكولاته، الاقي نفسي مش قادره اواصل، وانتم مش مشجعيني ان انا انزل اكل، وانزل مثلا كده وكده زي ما انا اتفقت معاكم قبل كده. فدي من الحاجه اللي عامله لي برضو احباط، انني مش عارفه يعني. انتوا مش مرجحيني في فيديوهات الاكل خالص، مع انها بصراحه حاجات جميله جدا، وعندي كتير كتير ان انا اعمله لكم، عندي كتير قوي قوي، مش على قد الحلويات قوي. بس اللي بشوفه يعني في اخر فيديو عامل 500 مشاهده، اللي هو الرز البسمتي والستيك على البوتاجاز وغيره وغيره وغيره، مفيش مشاهدات في خالص، مفيش. فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اعمل لكم اللي هو جاتو الشوكولاته برضو. فان انا ادخل المطبخ شايف منظر الكيك عامل ازاي، انتوا احكموا وشوفوا، وعلى ضمان تعملوها. كيكه زمان اللي كنا بنعملها حلوه قوي قوي. فكل ما اجي اقول مثلا اخلص واقول اعمل لكم فيديو بقى الجاتو، او اعمل لكم الفيديوهات بتاعتكم اللي انتوا عايزينها، الاقي الجو مش مشجعني، والاقي نفسي تعبت خالص، مش قادره بصراحه انني. او انتوا شايفين الجو عامل ازاي بصراحه. الحمد لله والشكر لله. ربنا يا رب يلطف بينا ويكفينا شر النار وعذابها وينجينا يا رب. اللهم اجرنا من عذاب النار وعذاب جهنم يا ارحم الراحمين يا رب.
بصراحة ربنا يعني يرحمنا برحمته ويرضى عننا ويرحمنا من الجو دي. بصراحة ربنا كبير قادر على كل شيء. فعشان خاطر يا جماعه اتمنى كده من ربنا. انا لسه موعدكم ان انا هصور لكم فيديو ان شاء الله قريب برضه، اصوره واتكلم معاكم. يمكن اصوره قبل فيديو الجاتوه عشان خاطر يعني شاهدوا فيديوهات الاكل كمان، والله حلوه هتستفادوا منها. واتمنى انك تجربوا كيكه الزبادي، هتتبسطوا منها قوي قوي، وهتدعوا لي بصراحه لما بس تيجوا تاكلوها وتمسكوا الكيكه طريه جدا. هتتبسطوا منها قوي ان شاء الله. يا رب تعجبكم. احنا كنا الاول زمان بنعمل كيكه الزبادي ديت، كناش بنعمل اللي هي يعني نادر نادر لما كنا نعمل كيكه برتقال. كنا شايفين بقى اللون بتاعها، لون وشها، اللون الحمار بتاعها كده، واللون بتاعها جميله قوي قوي. تمام. ان شاء الله رب العالمين هتعملوها وتتبسطوا منها. اهو تغيير كده بس في الفطار او باخر النهار كده، قطعه كده مع شويه شاي. حلوه برضو زي ما انا بقول لكم، انا كل فتره كده بغطس وبعمل حاجه حلوه للفطار الصبح او اخر النهار كده، يخف شويه من شلات الجبنه والفطار والكلام ده. جميله بصراحه، جميله قوي قوي قوي. وان شاء الله فيديو الجاتوه الشوكولاته، لان انا وعدتكم ان انا اعمل لكم فيديو الشوكولاته عشان كنا عملنا فيديو الفانيليا ولسه ما عملناهوش. انا مجهزه حاجته ان شاء الله نعمله. شايفين الارتفاع بتاعه الكيك زي ما انا قلت لكم، ما فيش في اي سوائل خالص. هي بصوا ميزتها ان ما تتوهكش في حاجه، مفيش اي سوائل، هما الزبديتين فقط لا غير. الزبادي، الدقيق، الزيت، البيض، معلقه الخل، معلقه شويه رشه الفانيليا، ما فيش اكتر من كده. مفيش فيها لا برتقان ولا لبن ولا اي حاجه خالص. شايفين انا بوريها لكم اهوت عشان بس بوريكم الارتفاع بتاعها. هي ارتفاعها عالي جدا وبدا قوي قوي يعني، ما شاء الله تتبسطوا منها باذن الله. وشايفين اللون بتاعها من فوق، هتعجبكم باذن الله. ان شاء الله بقى استنوا مني الفيديو الجاي باذن الله. عايزه اقول لكم انتوا وحشني جدا جدا، كل حبايبي اللي بيبعتوا لي واللي بيقولوا لي انت فين ومتابعيني. ربنا يبارك فيكم وما تحرمش منكم ابدا ويدومكم في حياتي، ما تحرمش منكم. كلكم عارفاكم والله بالاسم وعارفاكم كلكم، ما تحرمش منكم ابدا ابدا. وأقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.